مساء الجمال والروقان. يا رب كده تكون الصورة واضحة. أنا بصور وأنا في البيت عندي في شقة لسه متجهزتش خالص، فأنا بصور علشان الفيديو بتاع ده حابب إن أنا أنزله دلوقتي. عايز أقول في الفيديو ده إن الواحد بيجي كل يوم بيحس إن هو بيتطور. النهاردة في حاجة أنا لاحظتها أوي، الحاجة اللي أنا لاحظتها دي تبقى فارق ما بين الشخصية الحد اللي هو دماغ واحد غني، وما بين إن واحد دماغ واحد فقير. 90% من الناس بتتعامل مع السجاير إن هو أسلوب حياة، يصحى من النوم يشرب سجاير، يحصل معاه أي موقف في العادي في الطبيعي بيشرب سجاير، فعلى مدار اليوم 20 سجارة أو أكتر من 20 سجارة. ده بالنسبة ل90% من الناس اللي مخهم حتى لو معاه ملايين الفلوس، بس عقلية ان هو فقير لان هو مش محافظ على جسمه، مش محافظ على صحته. وما بين واحد تاني عقليته لوحدها عقلية غني، ان هو عامل روتين في حياته، ان هو كل يوم اول حاجة يبدأ يعملها اول ما يصحى من النوم الصبح يبدأ يجري او يعمل اي رياضة. الهدف منها انها تخلي جسمه يعرق وجسمه يسخن ويعرق كده من شدة الرياضة اللي بيعملها، أيا كان نوع الرياضة، نط الحبل، تمارين ضغط، تمارين جري، شيل أي حاجة. المهم إن في رياضة بيعملها الصبح أول نص ساعة، أول 10 دقايق، يخلي جسمه كله يتنشط كده ومخه يتنشط ويبدأ يطلع إفرازات من المية يعرق. فدي بالنسبة له بتخليه يركز أكتر ويحس إن هو حرفيا عايش في جنة ربنا على الأرض، إن هو حياته وصحته كويسة فيها نشاط، غير لما يكون واحد متعود إن هو يشرب سجاير ومفيش أي جديد. فلما انت تكون حياتك كلها بتجري، بتحاول تعمل رياضة وثابت عليها، وأول حاجة الصبح بتبدأ بيها الرياضة، دي بنسبة 90% بتبقى فارقة جدا ما بين واحد غني وما بين واحد فقير، ده فكريا. يلا تصبحوا على خير.